ظهر بشكل قوي جدا ويمتلك لاعبين جيدين ويعتبر هو المرشح الأول للتتويج بكأس العرب. منتخب المغرب هو رقم واحد لأنه فعلا برشا ملاعبية الحقيقة عمل مقابلة رائعة جدا. برشا ملاعبية الحقيقة على 90 دقيقة راهو دفاعيا كان رائع. وانا بالنسبه لي انا راهو صوره للفريق اللي احنا نحبوه. برشا حاجات ايجابيه الحقيقه. رينا ملاعبيه يعملوا الكيف، رينا فريق حاضر، رينا فريق جاهز. المنتخب المغرب راهم يعملوا في صمت رغم ان المنتخب تاعهم يعني ما بينش اشياء كبيره في هذه الدوره هذه يا عمر، ولكن راه يمشي بخطه ثابته، عارفين وين راهم رايحين، هما خطوا باش يمشيو للنهائي، ونظن باللي عندهم حظوظ كبيره باش يمشيو، خاصه لما نشوف المنتخب المغرب. واش ديروا بكاس العالم؟ خليونا نديروه مع اسبانيا البرتغال. حنا اصلا راهو نورمالمون حنا رانا بين اسبانيا والبرتغال، نتوما واش دخلكم في النص؟ هنا وليست باخلاق حكم بشهامه، كعاد هو الناهي، هو كل شيء لم يفعل له ولا شيء. لهذا انا اقول صديقي انت راك تسب فيه ولا راك تمدح فيه؟ هذه حصه تاع سبان ولا حصه تاع مدح؟ انا ماذا بيا واحد يدير عليا حصه راهو هو الناهي هو الامر، راهو واحد ما يتكلم معاه راهو يضرب بالسقله. سي انكرويابل. انتما راكم تشكروا فيه. هذه حصه من اجل الاشاده بفوز القجع. أنا الوقت لتغيير كل شيء من هذه الأمورات. لابد عليها، لابد على هذا الشخص أن يرحل من الكاف، لابد على كل الاتحادات الإفريقية أن تتحد. رحل تعيش. رحل الله يخلي لك الشوابين، الله يخلي لك اللي عزاز عليك القجع. رحل اصاحبي. انا كرهنا من وقتها هو في الجامعه هذا. يروح شوف لك شي خدمه واحده اخرى، ديجا راك وزير اصاحبي. حنا حطينا صادي هذاك حبينا زعما نديرو نفس الهده. صادي تاني حطوه وزير زعما قال ما قال، بالك يخرج لنا كيما القجع. بالك هذاك هو الكود كي يكون رئيس تاع جامعه وزير. حنا مرة المنتخب راهو في الموزمبيق، مرة راهم على بالي جوين، راهو تنقلات ادغال افريقيا. في العالم الذي يلعب كل مبارياته. لماذا؟ لأن اشترى ضمن تلك الفرق، اشتراها بالماء. المباريات العودة، تخيل العودة في الدار البيضاء أو في أكادير في أي بلد. ودوك راهم زادوا الملعب تاع الداخله باش يهبطوا برك لتحت ويا. ما نقدرش نعرضها. واحد قال لي زيد دير حصه كامله صاحبي. دايرين حصه على القجع، هذيك الخطره دايرين وحده على بيغاسيوس والقجع. ودرك تسمى ما فهمتش انا. ما كاينش هذاك دورين منحرفين عادو ما يلعبوش يا اخي. حنا عندنا دورين منحرفين وفي هذاك سليماني يعاود يرجع يلعب. انا ساعه نحب نطلق كنقول صبر نسمع واش وين وصلت. اتحاد خنشلا راهم في القسم الاول، نلقاهم القجع، المغرب، الكولاسه، الكاف. والكاف تم السطو عليها، والكاف تم سرقتها، والكاف راهي محتجزه. انقذوا الكاف. هذا هو الموضوع تاعهم. ما فهمتش انا الحكايه. بصح صراحه المخزن نقصوا شويه. روحوا لعبوا على الاقل هبطوا لموريتانيا، ولا روحوا يضربكم شويه البحري، يضربكم شويه الهواء، تبدلوا شويه الجو. روحوا البورندي، الموزمبيق، ما على باليش انا. ضربوا طور صاحبي. هذاك برايم دياز مازال بيا وما يسمار شويه.
البلاد هادي عاد ما نفهمهاش صراحه، الله ما تجيهم عادي. انا هذا درك باغ اكزومبل هذا الباساج مشاركين وبداو يتناقشوا عليه، وراه واش قال هذاك المحلل، وراه لقجع وكيف دخل. كيفاش انت ما تحشمش تضل تحكي على بلاد واحد اخرى حتى في الرياض في البولا صاحبي؟ احكي على روحك. كيفاش انت تو اكزيست اترافير لي زوتر، انت عايش بالناس. ها انت قول لي شكون انت. جماعه نكملوا برك بهادي كملوا ضربوا لنا على الشاشه نوصلوها 350 الف برك. اليوم رانا متوخرين كثيرا. 350 الف. المواضيع الاخرى اللي شويه القضيه تاع صنصال وكلش رانا نفوتوا عليهم برك، باسكو راني هضرت عليهم في اليوتيوب. الناس اللي يهتموا راهم يقدروا يدخلوا من بعد. الحساب هذا تاع التيك توك راك تلقى يوتيوب يبعثك مباشره، راهو فيها الموضوع مفصل بالتفصيل الطويل والعريض. يعطيكم الصحه على التفاعل تاعكم وكل. راهم زادونا في داروا واحد العفسه درك كاين تواصل تما، يعطيك قناه تواصل مباشره مع تيك توك تاع فرنسا بالنسبه ليا انا. دونك سي بون شوز ديجا كبير راني بديت نشكيلهم. مي تتواصل تسمى مع ناس في تيك توك تاع فرنسا سي بون، داروها مليحه تسمى على لي لايف. دونك اسبيرون كو ما يكونوش اشكاليات، ولو انه على بالي كي هضرت هكا درك يمحيو لنا الحساب. مي ديما هو سوا ديزون قال لك كي تكون اشكال ولا باغ اكزومبل يديروا لك حظر ولا كيما نحاولي اللايف المره اللي فاتت، تقدر تتواصل معهم مباشره ويعاودوا يراجعوا القضيه. دونك شكرا لكم لانه هذه الامور بفضلكم. نطرش تلتمية وخمسين. تربية بوية الرذيلة. واحد قال لي واش وبين اخلاقه. صحيت خو، بلا تربية بيوت الرذيلة راهي ما تحلاش. وين راح البلاد هادي والله الروعة. قال لك نهار انا نتابعو في القضية تاع صنصال، اعتقال بوعلام صنصال النظام الجزائري، وراهو يقول لك السيادة يأخذوا منا وليه. قال لك التلفزيون العمومي دار تقرير على بوعلام صنصال. راك تعرف عراية السيد راهو في الحبس. نورمالمون الانسان كي يكون محتجز ما تهضرش عليه من باب الشرف، وزيد كي تكون الدولة تحترم نفسها راهي قرينة البراءة وراهي العدالة هي اللي تحكم. بصح حناكم رانا في مزبلة الجزائر الجديدة، راكم تعرفوا الفيلم. مي التقرير صراحة تقرير مثير جدا من التلفزيون العمومي. نروحوا نسمعوا شوي. راحين يذكروا فيه بلاد واحدة أخرى، ما كان لا نبداو بالسيسبانس ونقول لكم شكون ونعطيكم اختيارات، راكم على بالكم شكون البلاد اللي راحين يهضروا عليها. عفاكر نشوف التقرير هذا وانا نتخيل في بلاصة بوعلام صنصال شوقي بن زهرة. على بالي لو كان يحكموني قسما بالله حرفيا هك. شوقي بن زهرة عميل ذو أصول مغربية. انا شوف راني متاكد 100% غير حرفيا هكا راه موجدين سكريبت. ما استنى نعاود نسمعها بوغ لو بليزير برك. بوعلام صنصال عامل ذو أصول مغربية وبيدق متنكر تحت عباءة الأدب لخدمة مشروع قذر. هرب والده للجزائر من ظلم المخزن المغربي فأكرمته الجزائر للاستقرار فيها، لكن اللئيم إذا أكرمته تمرد. مثله مثل نظام عميل خان مبادئ من احتضنوه. عميل برتبة كاتب لم تربه لا الأخلاق ولا الثقافة، لكن قانون العقوبات الجزائري يعلو ولا يعلى عليه، فهو شغل راني نشوف في الفيلم تاع حياتي هكا قدامي. هادي حسيتها في جنابية. عميل ذو أصول مغربية. شحال على بالك الصوت بعد يجي مع الصراحه. هادو التقارير يجيبوهم فور،
يعني للامانه التلفزيون العمومي والله راه الواحد ما عنده ما يقول. عفوا. دونك عميل ذو اصول مغربيه. دوك ما نقدرش نركز في واش كنت راح نهضر. التلفزيون العمومي كاين واحد الغلطه برك درتوها، انا كانت قادره تنطبق عليا، بصح على بوعلام صنصال كاين واحد الاشكاليه. نشوفوا بوعلام صنصال شخصيا واش يقول لنا على الاصول تاعو، هل فعلا الوالد تاعو من اصول مغربيه؟ Et chez les Berbères, il y a plusieurs troncs. Il y a évidemment les Kabyles, il y a les Rifins. Moi, je suis d'origine rifane. C'est les Berbères du nord du Maroc. الله اكبر. بصح التلفزيون العمومي نحن تعلمنا في الدرس تاع الحصه الماضيه انه الريافه عندهم جمهوريه وراهم رايحين يستقلوا، انه الريافه ليسوا مغاربه حسبكم. كيفاش تقولوا هذا عميل ذو اصول مغربيه؟ علاش ما قلتوش عميل ذو اصول الريفيه اذا كان الريف جمهوريه وحدها؟ التلفزيون العمومي اذا نعاونوكم غمزوا برك. والله راني هنا من عندي باطل ونساعدكم ضد المخزن نورمال. راهو الحموشي عطاني مصروفه قال لي لو كان يحتاجوك روح. قال لي نورمال، قال لي والله غاضونا ياش. كيفاش عامل ذو اصول مغربيه راهو ريفي، باباه ريفي. دوك هادو الريافه مغاربه ولا ماشي مغاربه ولا فهمونا التلفزيون العمومي. انا راني متبع الدروس وراني مسجل في الكناشه، مي نتوما كل خطره تحكيو حكايه. مره الامير عبد القادر خانوه المغرب، وانتوما قلتوا لنا باللي المغرب ما كانش موجود وقت الجمهوريه تاع الريف. الجمهوريه تاع الريف هي الاولى. كيفاش المغرب خان الامير عبد القادر؟ وكيفاش بوعلام صنصال مغربي وهو ريفي؟ وكيفاش يا واحد تربيه بيوت الرديره يا التلفزيون العمومي تسبوا الناس بان اصولهم مغربيه؟ هو كاين عشرات الاف العائلات الجزائريه اللي اصولها مغربيه واحد القذاره. وعندكم 3 رؤساء، بن بله، بوتفليقه وبن صالح مغاربه. على بالكم احمد بن بله باباه امه من مراكش، باباه وامه ماشي باباه. احمد بن بله الوالد والوالده تاعو مراكشيين، عليها هو كي يهضر يقول المراكشيين. باباه امه هذاك البون تاع راح لي اسمه بوتفليقه، زايد في المغرب، العائله تاعو من المغرب. كيفاش تسبوا ذو اصول مغربيه على اساس شتيمه؟ يزيدوا في عقلهم. ماشي عباد زادوا جابوا هذاك. نختموا بهذا برك، انا وصلنا. شكرا لكم، كملوا ضربوا لنا وزادوا ختموها لنا مع هذا عريان. جابوه وخلصوه و100 ألف اليوروهات وفتحوا له تمثيليه وكرموه وداروا فيه. لا شوفوا اش دار لهم النظام المغربي سنه 1900. جماعه مهما كان هذا لاعب غاليه، هذا تاع هذا العريان، هذا يوبا، هذا راه دا 100 ألف اليوروهات. بصح يبقى ابراهيم قالي هو اقلى واحد. ابراهيم قالي واحد ما يفوتو. ابراهيم قالي نمبر 1. ابراهيم قالي في سوق الانتقالات لا يقاس. أخي العزيز، عندما هجم علينا النظام المغربي سنة 1958 واختطف المئات، لم تكن الجزائر حينها موجودة. صح. وكان تحت رحمة طبعا. عندما يهجم لم تكن الجزائر حينها موجودة. صح. اسكت
اسكت يا ولدي، رانا مدايرين ازمه مع فرنسا على جال الحكايه هادي. خلق فمك. جبناك في عقر دارنا يا جدك. حنا رانا بوعلام صنصال معتقلين ومدايرين ازمه مع فرنسا ومع الاتحاد الاوروبي ومع كندا ومع العالم ومع الامم المتحده، باش تجي انت تقول لنا باللي رانا كنا ما كانش قبل 1962. لعنة الله عليك. او عليها النظام الجزائري جاب اللي يرقي، راهو تخلط ما فهمتش انا. ما عندناش الزر حنا في الدنيا هذه. نخلصوا واحد ونتهلاو فيه ونفتحوا له تمثيليه ونديروا له يوم الريف ونعطيو له الصلاه والشيراطون والعشاء وكلش، باش يجي يقول الجزائر لم تكن موجوده. حمار، قول الجزائر كانت محتله. كيفاش ما كانتش موجوده؟ حنا رانا نقنعوا في الجناس باللي رانا موجودين من ما قبل التاريخ، ووجده هذاك الوقت كانت جزائريه. ما عندنا الزر في الدنيا هذه، والله ما عندنا زر. حنا الجزائر هك دايما محسودين، دايما مظلومين، دايما مقهورين. جماعه اليوم اكثر من اي يوم الكيت اجباري. روح سلف من عند الجيران، روح سرق من عند خوك، من عند اختك، من عند جارك. المهم الكيت ضروري. ما عندكش الكيت ديجاج، مع احتراماتنا الشديده. الكيت يا جماعه. شكرا لكم. والله ليس عائلي. هاي جاتنا وحده في الوقت باش تبلوكي لنا اللايف. جات عرفت خيرت الوقت وحده. لا بيان شوازي لو مومون. كيت يا جماعه. شكرا لكم. واش ولد زهره القحبه. فوالا قلت لكم تربية بيوت الرديله رجال البقره تسرقهم ولد الظاهره. كي نقول لكم الكيت تربية رجال بيوت البقره الرديله راه تسرقهم ولد معنا. الظاهره الخاين. تربية بيوت الرديله موسخ. رجال البقره على بالك بلا ما نشوفو موسخ. يا خانز. موسخ قذر. ما فيش هكا. كاين شويه تربية بيوت الرديله اللي تقدر تسموك موسخ. شوفوا لنا الكونت تاعو هذا جماعه نديرو معاه الفقره. دوش صاحبي قبل ما تطلع. ما باليش شغل جاني قادر هذا. جاني صراحه جاني وسخ، جاني موسخ. ما حرفيا موسخ في ذاته بعد. والله اعلم. استنى تشوف. كي نقول لكم انا استنى سويس. استنى جماعه بالك نديرو معاه لافر. منذ اصول مغربيه يا ودي خليونا الواحد وحسها في روحو بعد. استناو يا جماعه اصبروا علينا ان شاء الله. ما يفيقش بينا برك ويبلوكيني. ما تبلوكينيش تربية بيوت الرديله. اصبر بك نديرو طلع عندك. انا يبان لي انت معاك كاينه افيره. الفترات الزمنيه ما على باليش علاش ما تقدرش ما تلقاش هكا. ساعات تلقى شويه من انصار النظام هذوك عندهم كلمه يقولوها. مساء الخير. السلام عليكم. مساء النور. السلام. السلام عليكم الزول، وتحية ليك وتحية للمتابعين تاعك أخي الكريم. على كل حال أنا كجزائري نبارك الخطوة تاع جمهورية الريف اللي إن شاء الله نساندوها بكل قوانا. الأخ شوقي هذه هي ان شاء الله. إن شاء الله يا أخي. هم راهم يتكلموا. نساندوا الخوا في تنزيواطين وفي تيمياوين ولا ما كان له؟ نهار اللي نوضوا، نهار اللي يقولوا لازم نديروا دولتنا نساندوا. معليش لا ولازم نساندوا القبائل. لا 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 ما قالكش نديروا دوله. قال لك برك ديروا لنا الدواء تاع الملاريا باسكو عندنا حنا راه عندهم الدواء. وانت تعرف الظروف اللي تعيشها في مالي والجاليه الماليه والجاليه الافريقيه اللي تدخل الجزائر بامراض مختلفه. يعني ما نكبروش القضيه. الملاريا ما ينتقلش بالطريقه هذيك باش نتفاهموا. ينتقل كعدوى يا اخي. صديقي كي تجي تخرط اسمع خرط في جهه واحده اخرى صديقي. دونك بعيدا عن الخرطي، وش هو اللي قلت على جمهوريه الريف؟
حنا نسدوها كجزائريين، اغلبيه الشعب الجزائري مع هذا ان شاء الله يعني تساعدهم خويا ماديا. نديروا انا وانت عفسه الريافه، لازمنا نخبروهم باسكو ما على بالهمش. على بالهم كلشي على بالهم. والله مازال ما يسمعوش، قالوا لهم باللي رايحين يديروا جمهوريه. شوف والله انت راك باقي في اللايف تاعك ما تخرجش، بس راك تخرج تشوف المواقع وكلش. والله اغلبيه الريافه اللي فرحانين، ونتحدى يعني المغرب باش يخرجوا من منطقه الريافه غدوه يندوا بالشيء اللي صرا في الجزائر، ما غاديش يخرجوا كلهم مع ذاك القرار تاع الحزب تاعهم هذا الجديد. لا راهم شوف راهم رايحين يخرجوا، راهم برك راهم اذا غادي يخرجوا اكيد غادي تكون لعبه تاع مخابرات تاع لا المغرب. دقيقه نقول لك برك واش تعطل، علاش تعطلوا. انا راني نخبرك، راهم ساكن ميتين بالضحك. انت بالنسبه لي والله راهم يضلوا اسمع، راهم يضلوا مرغين بالضحك. قالوا لي شوف، قالوا لي نخلصوا برك الضحكه وعلينا. شوقي ضد النظام الملكي، وغادي تشوف في خصوصا في بلجيكا. ممكن انت فرنسا ما تعرفش القضيه هذه، راك في الحدود وين. المانيا وهولندا تقريبا الريافه كلهم ضد النظام المخزني يا اخي. واش بيك؟ راك في الحدود وين؟ المانيا هولندا في اخر. انت تحب فلسطين مع القضيه الفلسطينيه نتايا؟ طبعا اكيد عاشت فلسطين حره. كش ما خرجت شويه الناس كش ما درت هدا هكا نهار جاو الاسرائيليين، ولا كنت في الدار؟ قلت لك انا في المانيا الا تسمعني. لا قلت لي في الحدود الهولنديه، دونك على بعد الحدود الهولنديه. انا بعيد عليا امستردام قريب يعني 3 سوايع. واش نمشي لامستردام انا بدير حاجه؟ كيفاش الناس؟ انت مسلم وقضيه فلسطينيه، انت تصدم يا اخي. اكيد، ولكن عندنا ظروف العمل يا اخي، ما تنساش. ما لازمش تكبر المساله وتشخصنها يا اخي. نفهمك حاجه. شوف، هذيك الرجوله التي تفتقر انت اليها الريافه، رغم انني اختلف معهم في القضيه تاع انهم خرجوا، بصح هما لما جاو الاسرائيليين خرجوا لهم. معناتها الريافه هادو لو كان جا عندهم مشكل مع المخزن، ما يبقاوش يتفرجوا كيما انت مريح في الدار تاعك ومخبي وجمهوريه الريف. لو كان جات فيك دره، لو كان جات فيك دره ما تسمعش على حاجه. لو كان جات الريافه راهم خرجوا لك يا رجل. صديقي دخلوا في ظهوره هي عصا يا رجل. الله يهديك. الرويج اللي راك امام، شوف راك امام اوسخ نظام في المنطقه. النظام المخزني اوسخ نظام في المنطقه يا رجل. واش بيه؟ الرويجل شابو العوز اليوم طلب من اوروبا تعطيه 200 مليون. اغلق فمك. الرويجل انت كي كنت متخبي تحت الزاوره كنت كوفيرتا. اغلق، تزيد تفتح الميكروفون تنزل مباشره. الرويجل كي كنت انت تحت الكوفيرتا مخبي ومغطي الرويسه تاعك. الريافه راهم كان خارجين قدام الاسرائيليين اللي يديروا الكراف ماغا يشتك. انت راك ما قدرتش حتى تخمم انك تروح تما الريفي، مادام ما خافش من الاسرائيلي اللي ما تقدرش. المناصرين تاع الانديه الاسرائيليه راهم معروفين. راك انت لو كان توقف معاهم راك تولي تسجد قدامهم وتقول لهم عاشت اسرائيل. دونك الريافه راهم خرجوا قدام الناس هادو. يعني لو كان عندهم مشكل مع المخزن قاعدين يتفرجوا في المخزن ويقولوا عاش الملك. اصلا هما اكبر عياشه في المغرب، ما كانش اللي يقول عاش الملك حتى الريافه. ما كانش باب الناس كيما هادو. مال اخويا روح ترجل شويه ودافع على بلادك اللي مرميتين بالشر. لا ما تجاوبنيش. على كل حال عاشت انزل. لو كان جيت في الجزائر والله قادر شويه قادر نقول باللي فيك درة شرف. لو كان جيت في الجزائر بصح في هولندا ولا في المانيا وتقول جمهوريه الريف ونساندوها وما تساندش ولاد بلادك اللي راهم عايشين في الزبل. قلت له تنزيواطينا، قال لي نورمال تنزيواطين راهم دخلوا من مالي ودخلوا المرض ما يهمهمش. قال لك جمهوريه الريف باسكو هو فاريها في المانيا. وهذا هو الجزائري
عليا قلت لكم هذيك القضيه مثلا الجزائري ما يدير والو الا اذا كان اون جروب على العموم، حاشا منطقه القبائل راني ما نحسبهاش. حنا ولينا هكا ما نقدروش نديروا حاجه من هك. او قال لك انا نخاف، قال لك انا مع فلسطين بصح نخاف، ويهضر على الريافه. والريافه راني برك باش نسجل النقطه بركه هذه تاع تخرجوا في هولندا على القضيه الفلسطينيه رانا ما نتفاهموش عليها. غير ما تبداوش وفلسطين وحنا شوكر قعدوا وين راكم. مي في حاسه رجاله واحد ما سياق، هي دائما في السياق باسكو دائما الموضوع على القجع. مع جاتنا معلومات حصريه